السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا بغيت نبارطاجي معكم طريقة الحصول على الرقم السري للدخول لابليكاسيون مع سينيسيس بالنسبة للناس ديال امو تضامن، وكذلك الحصول على رقم التسجيل بالنسبة للناس اللي ما توصلوش به ويستحقوه. وكذلك نقطة ثالثة اللي غنبدا بها هي الأولانية، وهي الناس اللي ما كانش عندهم الرميد، عمر ما داز عندهم الرميد ولاو فاليهم يعني وفاليهم في 2020 ل 2021 وفاليهم الرميد. هاد الناس هاد بجوجهم خصهم يمشيو للمقاطعة ويسولوا على ريوسهم. هاجي من جهه اخرى انني تواصلت مع الناس اللي كاين في داك في ديال امو تضامن باغ تليفون اللي في الرقم 40 في الاخر. عطوني هاد لانفورماسيون، قالوا لي بلي الناس اللي كيشوفوا ريوسهم انهم يستحقوا يكون عندهم التغطيه الصحيه لانه ما عندهمش دخل، لانه رب الاسره ما خدامش ولا عنده واحد الدخل غير قار، يعني في حاله هشه، فيستحقوا انهم تيشوف راسهم انهم ما يستحقوش. خصهم يتسجلوا في السجل الوطني للسكان، ويتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد. عاد من بعد ما يولي عندهم المعرف، رقم المعرف ديالهم، عاد ممكن انهم واحد المطبوع، انا نحط لكم الصوره ديالو او غتبان لكم دابا. هذا المطبوع تيعمروه تيحطوه في القياده والمقاطعات تابعه للسكن ديالهم، ويقدروا حتى هما يولي عندهم لاسينيسيس بالنسبه للناس اللي مشاركين في امو تضامن. دونك القضيه واضحه بالنسبه للناس اللي ما عمرو كان عندهم، ولا الناس اللي وفى لهم شحال هذا. راه هادشي اللي خصهم يديروا. تبعوا معنا الفيديو حيت غادي نذكر فيه بعض المعلومات من خلال تسجيلي بزاف ديال الناس، ومن بعد الاخطاء كاينين ولا بعد المسائل اللي مهمه غادي نذكرهم في وسط الفيديو في خلال وضع هاد الصور ديال لاسينيسيس اللي حطهم نيت لاسينيسيس. ونشرح لكم بعض النقيطات كيف تنقولوا اللي خص الانسان ينتبه لها. يعني نبداو على بركه الله. الناس اللي عندهم ديجا الرميد باقي ما سالاش ووصلهم الرمز ولا ما وصلهمش، هاد الناس هادو هما اللي غادي يتهمهم بقيه الفيديو. اول حاجه غتاخد لاكارت ناسيونال ديالك، وغتاخد الراميد ديالك، وغتاخد بيان سور التليفون ديالك، وغتوجه لاقرب سيبر. هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحاسوب، ولا اللي ما عندهمش شي حد في عائلتهم كيعرف الحاسوب. اما الا كان شي حد في العائله عنده الحاسوب وكيعرف، ما فيها بس يسجلهم. وكنتمنى انهم الناس اللي كيقيدوا في السيبر ما يكونوش دايرين واحد الثمن اللي باهظ على قبل. راه الناس اللي غيستافدوا من هذا الشيء هذا راه ما فحالهمش مساكن. دونك نتمنى انه الناس اللي كيسجلوا وعندهم سيبر ولا هذا ما يديروا واحد الثمن رمزي 10 دراهم 5 دراهم ولا في سبيل الله كاع ما كاين حتى شي مشكل. نبداو على بركة الله. غتدخل السيت ويب تاع ماسينيسيس بويما، غتختار الاختيار الرابع كيف ما هو موضح في الصورة. كنضغطوا على الخانة ديال انا شخص مستفيد من امو تضامن. بسم الله على بركة الله. كنبداو. كدير النيميرو ديال لاكارت ناسيونال، رقم بطاقة التعريف المختارة، كدير تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التعريف، كدير تاريخ الازدياد ورقم التليفون. كتختار الشبكه اين واش ولا اتصالات لا اورانج. كتكتب عاوتاني البريد الالكتروني اختياري، الا عندك ديرو، ما عندك ما كاين حتى شي مشكل. كنكتبوا الحروف اللي كاينين في الشاشه، وكنعاوتاني تنحطوهم تما، نكوبيهم تما في الخانه الاسفل. دابا هنا في هاد الصوره هذه خصكم تنتبهوا مزيان من خلال تجربتي البسيطه في هذا الشيء هذا، انه الناس اللي ما عندهمش الشهر والنهار، فالشهر والنهار ديالكم هو 0101 او 30 شهر 6، 30/06. هاد المعلومه عطاوها لي الناس ديال امو تضامن اللي في الرقم اللي في الاخر كينتهي ب 40 من خلال كيف قلت لكم التجربه ديالي فاش كنسجل عباد الله. فطحت في هاد المشاكل هادو وعطاوني هاد القضيه هادي. الا طلع لك ميساج ديال انه المعلومات اللي دخلتوها راه خاطئه، سواء انه عندكم مشكل ديال النهار والشهر كيف قلت لكم، خصكم ديروا سوا 0101 ولا ديروا 30 شهر 6 والعام اللي تزاديتوا فيه. حاجه اخرى اللي يقدر يدير المشكل وهي الناس اللي وفات لهم لاكارت ناسيونال يلاه داروها، يلا دخلوا لها كارت ناسيونال جديده. هاد الناس غيلقاو مشكل. في هاد الحاله اش كدير؟
من خلال المعلومات اللي خديت بالتليفون عند الناس اللي كيسالي الرقم 40 40 اللي هما امو تضامن، قالوا لي انه في هذه الحاله هذه اش خصك دير، انك تستعمل ذاك الرمز، تهضر معاهم الشخص المعني بالامر، سواء السيده ولا السيد، تيهضر معاهم في ديك النمره وكيقول لهم ها كاين ها كاين ها كاين ها كاين، كيقولوا لي عطينا رقم البطاقه السميه كذا، وكيعطيوه الرمز في حالات ما توصلش به. في حالات كان عندك الرمز كتمشي تقضي به الغرض بلا ما تسجل. دابا في ماسينيسيس بين ما يحلوا المشكل قالوا لي كل مره جرب، راه حنا في طور معالجه هاد القضيه هادي. مفهومه القضيه؟ دابا غندوزو مباشره للمرحله الثانيه، ومن بعد كليكي على تاكيد. انتبهوا مزيان في هذه القضيه هذه. هنايا كيوصلكم واحد الميساج في النمره التليفون اللي حطيتو، كتكوبيو هذاك الميساج كما هو كتحطوه تما وكديروا تاكيد. فاش كديروا تاكيد اش كيوصلكم واحد الميساج ثاني فيه اللوغين والمود باس ديال لابليكاسيون مع سينيسيس اللي تقدروا تدخلوا ليها وتحملوا شهاده التسجيل، وتقدروا تشوفوا واش المعلومات غالطين ولا لا، وتاكدوا من الناس اللي معاكم في التغطيه الصحيه كلهم سميتهم واش كاينين. اذا كيمكن لك تشوف بزاف ديال المعلومات اللي عندها علاقه برب الاسره اللي هو عنده رقم التسجيل او عنده التغطيه الصحيه، وراه الاسره كامله اللي داخله معاه راه عندها الحق تستافد نفس الشيء اللي كيستافد منه هو. يعني رقم واحد اللي هو داك رقم التسجيل، هذاك الكود اللي غيوصلكم باغ اس ام اس، ولا اللي غادي تاخذوه من هاد السيت هذا فاش غادي تكملوا الانسكريبسيون ديالكم، راه هو باش غادي تقضيو المسائل كامله ديالكم، هو باش غادي تمشيو تدخلوا للسبيطار الكبير. فابور السبيطار الكبير ما كتخلصوا حتى ريال. بالنسبه كيف ما كان عندكم داكشي الرامد كيف ما هو كوبي كولي، اشنو كيتزادكم انكم لا مشيتوا لا قدر الله مشيتوا للكلينيك ولا سبيطار خاص ولا مصحه خاصه سبيطار خاص، ولا انكم خرج لكم طبيب وصفه طبيه داك الدواء ولا تحاليل، كتخلصوا دوك التحاليل وكترجع لكم واحد النسبه حسب النسب المتعارف عليها. كل حاجه والنسبه ديالها كترجع لك، كاين اللي كترجع لك 50%، كاين اللي 60%، كاين اللي 70%، كاين اللي 80%، كاين اللي 100% بالنسبه للامراض المزمنه. بزاف د الاشياء تستافد منهم. اللي غادي ناكد عليه هو انه في السبيطارات الكبار انتبهوا الله يجزيكم بخير، ما يقول لكم شي حد انه هذا رقم تسجيل انت ما فيش. فاش تدخل لابليكاسيون كتلقى سميتك، كتلقى مثلا سميت الاب وسميت الام معاه وسميت الابن اللي باقي داخل معاه والبنت اللي باقا داخله معاه، راه كلكم بداك الرقم. ما يكذبش عليكم شي واحد واللي يقول لكم لا انت ما داخلش معاه خلص، لا هو هذا السيد فقط مثلا هذا لو نو هذا اللي كاين في هذا الورقه هو اللي يقدر يستافد، ولا هذا لو نو ديال هذا رب الاسره هو اللي يقدر يستافد. لا ما كاينش الهضره هذه. الا كانت في هذه الحاله هذه فخصكم دومونديو تريكلامو بهذاك السيد، ولا المهم توقفوا المسائل حتى وكان انه يدوزكم حيت ما عندوش الحق. هذه من جهه. دونك من جهه اخرى في حد الساعه راه غيولي عندكم الحساب ديالكم كما قلت لكم، الرمز السري كيوصلك في اس ام اس، كيوصلك مسائل كامله. ولا عندك شي مشكل اتصل بهاد الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وكاع المعلومات اللي كنت نقول لكم قبيله جبتهم من النمره اللي في الاخر 40 راه هي هذيك 05 20 19 40 40. كنتمنى من الله عز وجل انه كل شيء يكون واضح، وما بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. حاجه اخرى هو انه كاين بزاف ناس يخلطوا ما بين هادشي تاع لا سنسيس اللي هو كان اللي هو تضامن اللي هو كان رامد، وما بين السجل الوطني للسكان، وما بين السجل الاجتماعي الموحد، وما بين التيسير. راه كاينين بزاف د الحوايج كيخص يتقيد فيهم الانسان ويستافد منهم. ما فيها بس في هذه نهايه الفيديو نقول لكم اشنا هما. اول حاجه بالنسبه لهاد الناس كي قلنا اللي كان عندهم الرامد ولا عندهم لاسينيسيس اللي هي امتضامن راه فقط راه مستفيدين من التغطيه الصحيه، ما داكشي ديال التقاعد وداكشي الاخر ما عندوش حتى علاقه بهذا الشيء هذا ولا النقاط وداكشي. انت فقط الا مرضتي تداوى هادشي اللي عندك. حين تقريبا بزاف الناس يخلطوا هاد الامور هذا. انت عندك امتضامن يعني الا مرضتي تداوى، تغطيه الصحيه الاجباريه على المرض، التغطيه الاجباريه الصحيه على المرض فقط. هادشي اللي عندك مزيان. كاين هاد الملف هذا. الملف الثاني وهو السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. هاد الجوج هادو ما يمكنش تقيد في الاجتماع الموحد، ما تقيدتيش في السجل الوطني للسكان. هادو كتقيد فيهم على قبل ان شاء الله باذن الله من هنا لقدام غيولي الدعم، على قبل الدعم اللي غيولي يوصل الانسان اوصل لهذا الشيء اللي ما كتقدرش تشري المهم ما عرفتش لي ديتاي. المهم على قبل الدعم اون جينيرال وصافي مزيان. وحاجه اخرى هو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما عمرو كان عندهم الرامد،
ما عارفين كاع هادشي امتى وقع ولا هذا. يلا فهموا واش واقع. ومساكن محتاجين اش خصهم يديروا؟ خصهم يتسجلوا في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باش يعرفوا الحاله ديال العائله كيف دايره، واش هشه ولا ماشي هشه. عادي يقولوا لهم اي ودفعوا داك الطلب اللي قلت لكم ويعطيو ويمشيو للمقاطعه ويوليو حتى هما عندهم التغطيه الصحيه الاجباريه على المرض، التغطيه الاجباريه الصحيه على المرض. هادشي اللي كاين. هاد كاين الحاجه الاخرى وهو التيسير بالنسبه للناس اللي عندها وليداتها باقي كتقرا من التحضيري حتى الاعدادي، وتيقراو بيان سور تنهضر على مدرسه الدوله والحالات الاسره هشه، وتعطيهم واحد الدعم اللي كانوا كتمشيو تقبضوا من المدرسه نيشان تيقول لكم سيروا البريد كاستر وفا كاستر وكذا. ما بقاش غادي تمشي عنده عندك واحد الرقم اللي هو المسار ديال الابن ولا البنت ديالك، وكيخصك انتي ولا انت تدخل السيت تاع تيسير وتسجل فيه وتوضع الطلب ديالك باش انهم يعطوك الدعم على قبل البنت ديالك والولد ديالك. المهم هادو النقط كامله ان شاء الله انا غنحاول كل مره نحط فيديو على حاجه. الفيديو الجاي ان شاء الله غالبا يقدر يكون على التيسير. تيسير بالنسبه للناس اللي عندها الوليدات ديالها تيقراو كانوا تيقبضوا الدعم من عند الحارس العام ولا من المدرسه مباشره، ودابا راه ما بقاش هادشي، غيولي طريقه اخرى اللي مقننه اللي غادي نوريكم ان شاء الله.